السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا المنظر الجميل النهارده سادس يوم ليهم. بصوا اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. انا حاطه لهم كده في القرآن، انا حاطه لهم كده خلطة العلف اللي انا قلت لكم عليها، خلطة التسمين اللي انا بعملها. اهي يا جماعه شكلها اهو. حطيت منها الفراخ البلدي جوه وجيت حطيت له دول. بصوا خلطه جميله اللهم بارك، ما فيهاش اي حاجه. انا متابعاهم ومتابعه الصحه العامه ليهم يعني، وشكلهم والحمام بتاعهم مفيش اي تغير، مفيش اي حاجه، ما شاء الله اللهم بارك. انتوا شايفين نشاط اهو، وفرحانين جدا بالخلطه اللي انا عاملاها. انا قاعده في الارض طبعا كده قدامهم، شايله قفص من اللي انا قافله بيه. القعده دي حلوه جدا يا جماعه والله، ووسعت لهم المكان زي ما انتم شايفين، وحطيت نشاره جديده. وكانت معلومه جديده حبيت اقولها لكم، دي عرفتها واول مره اعرفها، او يمكن كنت عارفاها زمان وناسياها بس هركز فيها. بصوا شايفين هنا النشاره، وفي نوعين نشاره، نشاره حمراء ونشاره بيضه. النشاره اللي انا جبتها وغرقت على طول دي اللي كانت النشاره بصوا مش عارفه ايه الحمراء. وبعدين قال لي النشاره البيضه هي اللي ايه، هي اللي بتعيش وقت طويل، يعني مش بتشرب الميه وما بتمتص ميه كتير وبتعيش كتير. ده فعلا اللي حصل معايا في تربيه السمان. كنت جايبه النشاره البيضه وبعدين اتفاجئت لما جبت النشاره الحمراء دي انها ما بتقعدش خالص. يعني حطيتها اول يومين للكتاكيت لقيت الفرشه مبلوله جدا. فطب وبعدين كل يومين هحط شوال نشاره. فلما راح زوجي يجيب شوال تاني فالراجل عرفه بقى، قال له ايه، ان الابيض الشوال منه ب50 جنيه والتاني ب45 تقريبا او ب40، بس الاحمر بيمتص ميه كتير ومش كويس، الابيض حلو. فطبعا جبت 2 بقى من الابيض، فرشت واحد زي ما انتم شايفين كده على المساحه كلها ووسعت، وسايبه التاني عشان خاطر ايه كمان شويه كده اسبوع ولا حاجه لما تتبل شويه او كده ازود يعني. فاللهم بارك اللهم بارك. انا النهارده تقريبا سادس يوم. امبارح ما صورتش عشان امبارح ما جيتلهمش اصلا، طول اليوم كنت سايباهم حاطه لهم ميه ومظبطه النور وحاطه كذا علافه، علف صافي، مش علف من بتاعي، عشان خاطر العلف بتاعي. بصوا لما بيدوسوا عليه برجليهم عايز اللي يقلبه كل شويه، فانا قاعده قدامهم لما ببقى معاهم، ببقى قاعده معاهم عماله اقلب على طول عشان خاطر يعرفوا ياكلوا. انما لما ببقى مش موجوده فبحط العلف اللي هو العادي بينجدني يعني يوم الجمعه بس، اللي هو اللي انا ما باجيش فيه. انما غير كده باكلهم الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كويسه وجميله. ولو في اي تغير او اي حاجه حصلت مش كويسه اكيد هعرفكم وهقول لكم يعني، عشان ما تخوضوش التجربه ويبقى في سلبيات، ويبقى لازم الامانه تقول ان انا اقول لكم عشان خاطر تتجنبوها يعني. انا ماشيه معاكم يوم بيوم اهو. الخلطه على فكره النهارده لما عملتها حطيت عليها عسل اسود. انا بقالي 5 ايام بحط عسل اسود انا جايبه عسل اسود ب5 جنيه، فالنهارده زودت لهم عسل اسود عشان الطاقه وعشان الكالسيوم. والعسل الاسود على فكره فيه حديد وفيه كالسيوم، يعني فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا. فانا حطيت لهم حوالي 4 معالق كبار على الخلطه دي كلها اللي في الطبق الكبير ده، سواء للكتاكيت البيضه دي او للكتاكيت البلدي، الفراخ البلدي اللهم بارك. الفرخ وصل نص كيلو. هبقى اصور لكم ان شاء الله، بس انا ايه حبيت اوريكم المنظر الجميل ده. شايفين ما شاء الله كميه النشاط والحيويه وما شاء الله الشكل اتغير. النهارده سادس يوم وفي ريش اهو طلع ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم ال6 ايام انا مات مني بس 2 ماتوا في اول يومين من غير اي حاجه، يعني مش عارفه هم، انا فجاه لقيتهم ميتين، واحد في يوم وتاني يوم واحد في يوم. فعادي بيحصل يعني اي نسبه كده نفاق وبيطلع، مفيش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، ربنا يستر على قد كده، وان شاء الله يا رب ما يخسرنيش حاجه. وجربوا يا جماعه واعملوا المشروع وان شاء الله خير. ادي اهي اوضه في شقه، مش مزرعه ومش سطح. ادعوا لي ربنا يكرمني البيت ان شاء الله يا رب، اللهم امين. يكرمني ويكرم كل واحد نفسه في حاجه وبيسعى لها.
فالله المستعان. حبيت اوريكم الجمال والحلاوه دي، وصباحكم هنا وصباحكم سعاده وصباحكم رزق. ومهما حصل في الحياه ما تيأسوش، ما تيأسوش من زياده الاسعار، ما تقولوش هنعيش ازاي. بصوا بيتخانقوا ازاي. ربنا موجود، وربنا يبارك في القليل، وان شاء الله في بدايل لكل حاجه. طول ما ربنا موجود معانا كل حاجه بتعدي، وكل حاجه ان شاء الله تستمر، والبركه بايد ربنا. ادعوا بس وقولوا يا رب، وان شاء الله انا بفضل الله بفضل الله اللهم بارك اللهم بارك، انا مش حاسه باي ازمه، وما عنديش اي مشكله، ومش زعلانه من اي حاجه في الاسعار ولا في اي حاجه بتحصل حوالينا. انا بقول يا رب، لان انا هزعل ليه يعني؟ ده يعني باب الرزق كله بايد ربنا، هزعل ليه وربنا موجود؟ فانا مش زعلانه من اي حاجه ولا قلقانه من اي حاجه. يلا يا جماعه، خلي حياتكم تفاؤل، وخلي حياتكم امل، وتعشم في ربنا، والجأوا لربنا. صباحكم سعاده وامل ورزق، اللهم امين، وصحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.